اهلا بيكم يا نجوم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن فيديو يهم كل الرياضيين، وعنوان الفيديو بتاعنا النهارده وهو ليه بتحس بالاحباط وانت رايح التمرين او انت رايح المباراة. احيانا كتير جدا بتحس بقمة احباط وقمة فقدان للشغف وقمة قلة الدافعية ان انت اصلا رايح الماتش. انا بلعب حارس اول وانا بلعب حارس اساسي، بس حاسس ان انا كده عندي هبوط وعندي خمول ومش قادر، انا مش عايز اروح الماتش النهارده. طب ايه رايك ما نروحش التمرين النهارده؟ كتير بتحصل لنا ولا لا؟ في الفيديو ده بقى هقول لك ايه الاسباب اللي بتؤثر عليك وتخليك تحس بالحاجات دي، وايه الحاجات اللي تطلعك من قمه الاحباط وقمه التوتر بقى وقمه عدم الدفاعيه وعدم التفاؤل اللي بيجي لك ده. يلا بينا. بس قبل ما نروح انت لازم تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك على القناه اليوتيوب. لو انت بتتفرج عليها من اليوتيوب او بتتفرج عليها من تيك توك فانت لازم تعمل لايك وتعمل فولو عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا فانا لازم افكرك ان منصف لديكم لا خوف عليكم. اول حاجه هنتكلم فيها وهو الارهاق البدني والعقلي. ما هو مش معنى ان انا بتمرن وعضلاتي بتوجعني ويبقى عقلي خلاص في الطراوه، لا طبعا الاتنين بيأثروا على بعض. ازاي يا كوتش؟ لما تكون مشغول بشكل مستمر في المباريات وفي التدريبات، ومن التدريب للتمرين ومن التمرين للماتشات ومن الماتشات للنادي، عقلك بيشت. هتحس بارهاق، هتحس بتعب، هتحس بزهق مهما كنت لو بتلعب في منتخب مصر وبتلعب في الاهلي وبتلعب في الزمالك. الارهاق ده بيأثر على دفاعيتك بشكل كبير جدا. وتاني سبب معانا وهو الضغط النفسي. الضغط النفسي اللي مرتبط بالتوقعات العاليه. انا بتوقع ان انا هنزل النهارده، الماتش اللي فات كنت نجم الماتش، فالماتش ده لازم ابقى نجم الماتش برضه. طلعت دخل فيك هدف مع انك عادي مستواك مقبول، لا انا لازم اطلع نجم الماتش النهارده. انت تتخيل انك تبقى افضل حارس في العالم وتنزل الماتش مفيش مشكله، بس مش لازم كل ماتش يعني تاخد نجم المباراه، ده حاجه مش طبيعي يعني. فما تتوقعش وتخلي سقف طموحك سقف توقعاتك في نفسك عالي قوي، لان ده ممكن يبقى سبب رئيسي في الاحباط. خلي بالك لما بتحس انك لازم او مطلوب منك انك تحقق افضل اداء عندك، ده بيضغط عليك وبيأثر على دفاعيتك بشكل كبير جدا، بيأثر على نفسيتك كمان. انزل يا باشا الماتش كأنك افضل حارس في العالم، عيش الدور على قد ما تقدر، انزل ارسل نفسك على قد ما تقدر، بس مش لازم كل ماتش يعني تطلع مان اوف ذا ماتش. بلاش تجلد نفسك. حاجة تالتة وحاجة مهمة جدا جدا جدا، وده اللي احنا مفتقدينه في الجيل بتاع دلوقتي، قلة النوم. ما بتنامش ليه؟ انت لو قسمت يومك 8 ساعات نوم و8 ساعات شغل و8 ساعات مذاكره هتلاقي ان انت انتجت بشكل كبير جدا. مقضي الليل نهار والنهار ليل وجعلنا الليل لباسا. حاول تنام على قد ما تقدر، خاصه لو انت بتسهر، ده بيأثر عليك بشكل كبير جدا. هتقول لي طيب انا ممكن اسهر وانام مثلا ساعتين 3، ده هيأثر عليك بشكل كبير جدا. طالما سهرت نام وقت كافي عشان تقدر ترجع تاني الخلايا بتاعتك ترجع تاني زي ما كانت، ومخك والخلايا بتاعت مخك ترجع. ولان فترة النوم دي الاولاد الصغيرين او الاطفال الصغيرين بينمو او النمو بتاعهم بيظهر، او الحراس الصغيرة اللي عايزة تطول نام كويس وانت هتطول، لان حتة النمو دي او الهرمون اللي بيتفرز في جسمك بتاع الطول بيكون وقت النوم وانت نايم. انت بتكبر وانت نايم مش وانت صاحي. فالنوم الجيد مهم جدا لاستعادة التركيز واستعادة الطاقة بتاعتك. لو مش بتاخد قسط كافي من النوم هتحس بفقدان الدفاعية وفقدان الشغف وعايز تنام ورايح التمرين عايز تنام. فحتة النوم دي مهمة جدا. جرب تنام بدري وتصحى بدري تلاقي الدنيا مظبوطة قوي معاك. رابع حاجة وهو الروتين الممل اللي بصبح فيه بنام فيه. الروتين الممل والمكرر ممكن يقتل حماسك مهما كنت، ولو بتعمل نفس التمارين كل يوم بدون تغيير هيأثر عليك برضه. مهم جدا من مدربين الحراس ان هم يعملوا روتيشن في التمرين، ان هم يغيروا التمرين، يعملوا تمرين فيها نوع من انواع المرح. يعني في وسط التمارين كده ممكن يزق الحارس كده ينزل تقسيمه مع اللعيبه يفكوا الدنيا كده عشان الحراس ما تزهقش، لان الحارس لو اتمرن كذا تمرينه ورا بعضها بيفقد الدفاعيه وبيفقد الشغف. وانت كمدرب نصيحه مني من اخ صغير ليك، يعني انت تبقى جاي من البيت ما تعرفش او حارس المرمى بتاعك ما يبقاش عارف انت تشتغل له ايه النهارده. انت ممكن تقول له الحصه التدريبيه بتاعت النهارده او الوحده التدريبيه بتاعتي هنعمل 1 2 3، بس ما يكونش جاي من البيت عارف انت كمدرب هتعمل ايه، لان ده هتسبب مشاكل كبيره جدا وهتلاقي الحارس بيقول حاجات من وراك وفي حاجات. فاحنا مش عاوزين نوصل للقصه دي كمدربين. حارس المرمى لازم يجي من البيت ما يبقاش عارف هو هيتمرن ايه، عارف ان هو هينزل هيتمتع النهارده، عارف ان هو هينزل هيطلع افضل ما عنده النهارده، عارف ان هو جاي في تحدي النهارده بينه وبين المدرب بتاعه في التمرينه اللي هو او الوحده التدريبيه اللي هو عاملها له.
والحل والنهايه ان انت بتنظم وقتك. انت كحارس مرمى بتنظم وقتك. اول حاجه تعملها هي انك تنظم وقتك. الراحه مهمه جدا لحراس المرمى. حارس المرمى لو وصل لمرحله الاجهاد هيبقى زيك زي اللي ما بتمرنش. لازم تنزل ترجع لحالتك الطبيعيه. واحنا كمدربين عايز حارس المرمى يطلع افضل ما عنده، ما تنزلش سلخ فيه طق 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 طق، لا، انا عايز الحارس ياخد الوحده التدريبيه بتاعته، ايوه، او ياخد جرعه من التدريب، يرتاح خالص، يرجع لحالته الطبيعيه، يبدا تخش معاه تاني، يقدر يديك. انما انت نازل عليه شوت 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 شوت. حارس المرمى اصلا عايز عنده ان هو يطلع، بس تعبان، ما عندوش بدني، واقع بدني. فانت بقى ركز على الحته دي وحاول تطلع افضل ما عنده. يبقى اول حاجه بنظم وقتي، تاني حاجه باخد قسط كافي من الراحه وبلاش تجهد جسمك، تالت حاجه اسمع لجسمك. انت لو تعبان ريح. حارس المرمى لو انت تعبان ريح، بلاش تجهد نفسك عشان ما نوصلش لمرحله الاجهاد. واعرف حاجه مهمه، انك مش لوحدك في الموضوع ده، في حراس كتيره جدا من نفس عينتك كده، مش شرط المجال الكوره كمان، لا، في مجالات تانية كتير. انت لو ما طبقتش الحاجات دي وما عملتش الحاجات دي مش هتقدر يبقى عندك انتاجيه، وتحس بنفس الاحباطات ونفس الارق ونفس الزهق اللي بيحصل معاك ده. وكلنا طبعا بنمر بنفس التجربه. طبعا اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وطبعا لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك على القناه لو انت بتتفرج عليها من اليوتيوب، ولو انت بتتفرج عليا من تيك توك برضو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، او لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش ان منصف لديكم لا خوف عليكم. سلام.